السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشتوني قوي 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 يا بنات، انا بجد بجد وحشتوني. انا ما صورتش في رمضان تقريبا غير فيديوهين، وكنت بقى معتمدة على الفيديوهات القصيرة اللي هي الشورتس. بصراحة يعني التصوير في رمضان صعب ومجهد، لان اساسا في رمضان الوقت قصير جدا، يعني تحس ان اليوم قصير جدا مفيهوش، والواحد مش مظبط نومه والواحد مش مظبط كده المود. فالله المستعان جايلكوا بقى النهارده. قلت بقى ايه، نبدأ بعد العيد، برضو كنا مكسلين ومنتخين شوية، وقلت النهارده ايه، ابدا اصور معاك. والله انا بصوا يعني عندي كسل رهيب من ناحيه التصوير، من ناحيه التصوير بس، لكن طبعا يعني من شغل بيتنا وكده لا، مفيش كسل الحمد لله. فاول حاجه كده عملتها النهارده، بصراحه انا خارجه من رمضان والعيد، ما نزلتش خالص السوق ولا جبت اي حاجه في البيت. وعايزه اقول لكم ان التلاجة بتاعتي انضف من قلب المؤمن. زي ما بيقولوا كده، او انضف من الصيني بعد غسيله. بصوا يعني الامثال دي كانت عندنا كده، بنقول على الحاجه نظيفه قوي، يعني نظيفه نظيفه مفيش فيها اي حاجه. بجد مخلصه كل حاجه ومشطبه كل حاجه. التلاجة بتاعتي مفيش فيها اي حاجه. فعايزه بقى انزل املاها بقى يعني، واجيب حاجات بقى للاكل وللغموسات وكده. آم، فانا لسه ما نزلتش، فقلت ان شاء الله انا هنزل. قمت بقى ايه، ما لقيتش حاجه تطبخ الصراحه. ولادي مش بيرضوا يعني ياكلوا ان هي الحاجات النواشف والحاجات دي. عملت مره كشري بعد رمضان اللي هو في اجازه العيد، والله العظيم اترمى كله للفراخ. فمش عارفه بعمل ايه، فكان عندي فراخ المفروض ان انا جايباها للبيض، اللي هي الفراخ الفيومي. كنت مربياها من شهر 12، ولا كنت جايباها من شهر 11. الفراخ دي انا كنت جايبه فراخ في شهر 11، اول شهر 11 بالظبط، كان فراخ بيضه للتسمين. وجايبه معاهم 15 فرخ فيومي، المفروض ان هم كانوا يبيضوا. تمام. يعني بقالهم دلوقتي 5 شهور مش راضيين يبيضوا. مش عارفه ليه. المهم بقى ايه، ملقتش عندي حاجه في التلاجة خالص تتطبخ، لا لحوم ولا اي حاجه. فطلعت بقى قلت ايه، اذبح منهم واحده كده وبالمره اشوف ايه، يعني وصلت لفين، عملت العنقود بتاع البيض ولا لسه بدري ولا الكلام ده. تمام. المهم ذبحتها، هي ما شاء الله يعني حجمها حلو، مش من الفيومي انواع. تمام. في فيومي اسمه فيومي لحم، وفي فيومي اللي هو الفيومي العادي. فالفيومي اللي انا جبته ده هو مش اللحم، ماشي، عشان اللحم ده بسم الله ما شاء الله بيشيل لحمه كتير. وبيبقى تقيل وحلو. ده فيومي عادي بس ما شاء الله برضو ملحمه ويعني ما شاء الله كفتنا وفاضت كمان ما شاء الله ما شاء الله كانت كتيره يعني، فاهميني. احنا بس 3 افراد بس، يعني انا وولادي الاتنين، فما شاء الله كانت كبيره علينا يعني. حتى شلت منها كمان ابني فطر يعني، اتغدى واتعشى منها. الحمد لله يعني كفتنا واليوم عدى. عملت جنبها شويه رز، وكان عندي طبق بسله على بطاطس. كانوا فايضين عندي فايه، اكلنا جنبيها يعني وكده الحمد لله. تمام. قلت بقى ايه، انا هخلص وانزل السوق اشوف ورايا ايه. تمام. لاني انا عايزه بقى حاجات زي ما قلت لكم، مفيش عندي اي حاجه. انا جبت حاليا فراخ بيضه. بربيها عندها دلوقتي حوالي 18 يوم. فيعني الله المستعان لسه حوالي 12 يوم، يبقى عندها 30 يوم ابتدي ان انا اذبح منها. تمام. يعني من 30 يوم، من عمر 30 يوم، وممكن كمان من عمر 28 يوم، لو فرزتهم حلوة وحسيت ان هم كبار كده وحلوين وشالوا لحم وكويسين، ممكن تذبح منهم. لو فرزتهم حلوة بيكبروا بسرعة وبيشيلوا لحم، فتقدري ان انت ايه، تذبحي منهم. فانا قلت برضو على ما ايه اعدي ال10 12 يوم دول، اجيب حاجة من السوق كده تعديني على ما الفراخ تكبر. حاليا الفراخ رخصت شوية بس برضو مش رخيصة قوي. مش عايزة اشتري بقى فراخ طالما انا عندي، يعني مش عايزة اشتري بقى حاجات كده تكفينا ال10 ايام دول. ونزق كده الدنيا لحد ما الفراخ بتاعتي يعني بسم الله ما شاء الله كده تكبر، ربنا يبارك فيهم كده يا رب. و... وما يجراش حاجة يعني، ويكبروا على خير كده ان شاء الله. تمام. مسكت بقى الفرخة كده نضفتها، والله كان شربتها زي العسل يا بنات. وعايزه اقول لكم ان فعلا فعلا التربيه في البيت خير كبير قوي قوي قوي.
فعلًا اللي ما يربيش ما ياكلش، والله. لمّا يكون عندِك كده في البيت فراخ، عندِك بط، عندِك أي حاجة بقى، حمام، سمان، أي الحاجات اللي بتتربى الخير في البيت، بجد، بجد يعني بيغنيكِ. حتى لو ما فيش معاكِ فلوس وما فيش عندِك حاجة تطبخ، هتطلعي تجيبي حاجة من فوق تذبحيها للولاد، أنتم شوية رز، شوية الشوربة وأكلتيهم، ويومِك عدّى وأكلتوا أحلى أكلة، تمام. برضه شايفين بقى، أنا هاوريكم هنا العنقود بتاع البيض، هو صغنون، وكان في بيضة كده صغنطوطة أوي، أوي، بس إيه يعني، إيه باينة إن هي بيضة. فرُحت وريته لسلفتي، قالت لي قدامها حوالي ييجي شهر، يعني هتبيض على ال6 شهور زيها زي الفراخ البلدي. هو لو الفيومي كان فرزته كويسة كان بيض على ال4 شهور، لأن المفروض الفيومي بيبيض على 4 شهور، بس تقريبًا الفيومي ده ما كانش فرزته حلوة، لأن هو برضه مناعته كانت ضعيفة جدًا، جدًا، ومات مني. يعني أنا كنت جايبة 15، مات مني حوالي نصهم. أنا ما كانش فوق غير 7، 6 برابر وديك، وذبحت منهم بربرة أهي، فيفضل 5 برابر والديك. وكان عندي ديكين بسم الله ما شاء الله، الديوك كانت حلوين أوي ولونهم حلو، بس فجأة كده لقيت ديك مات، مع إن والله كنت باحصّنهم وباجيب لهم العلاج، وباجيب لهم مضاد السموم والعلاج بتاع الإسهالات وكده، بس ما اعرفش سبحان الله كانت المناعة بتاعتهم ضعيفة قوي. والايام اللي كان بيبقى فيها شتاء كنت بلاقيهم فجأة كده ادخل الاقيهم ميتين، يعني ابقى عندهم كويسين وبعد ساعة ولا 2 ادخل الاقيهم ميتين. فالحمد لله كله بيرجع برضو من الفرزة بتاع الفراخ. عايزة اقول لكم لو فرزة الفراخ كويسة بتبقى مناعتهم كويسة وبيفضلوا معاكم وبيتحملوا. المهم عايزة اقول لكم بقى يا بنات، اللي قدامها فرصة تربي فعلا، لاني والله العظيم انا بس بعمل الفيديو ده عشان اقول لكم ان انا اشوفه. ما كانش عندي اي حاجة في التلاجة تطبخ، وما كانش عندي اي حاجة، وما عنديش يعني مش عارفة ان انا انزل في اليوم ده، وكنت هنزل بقى يا اما اخر النهار يا اما تاني يوم، فاهمني. وان شاء الله لما انزل اصوركم الحاجة اللي انا جبتها. فابسط حاجة عملتها ان انا طلعت جبت فرخة وعملت جنبها شوية رز، وكان عندي طبق بسلة، وما كانش عندي كنت عملت جنبها طبق بسلة، طبق بطاطس، طبق اي حاجة بصلصة واكلناها. لو عندك مكان تربي، لو ما عندكيش ربي في البلكونة، والأحسن لو عندك بلكونة مطبخ هيبقى حلو قوي قوي قوي. أنا أول ما اتجوزت يا بنات كنت عايشة في شقة في الدور الأرضي بتاعت حماتي، قبل ما أطلع الشقة بتاعتي أبنيها وأطلع فيها. كان عندي بلكونة واسعة قوي في المطبخ. والله العظيم عايزة أقول لكم إن أنا بصوا مش عارفة أقولها لكم إزاي، أوصفها لكم إزاي. كان عندي باب قديم حطيته، وكان عندي، شفت الكوفيرتا بتاعت زمان، الكوفيرتات بتاعت زمان دي اللي كانت بتبقى مشجرة تقيلة كده، عملتها زي أوضة كده صغنونة أو عشة صغنونة، وحطيت الباب وقفلت عليهم بستارة. طبعا كانت مقفولة وما كانش بيدخلها فرن ولا أي حاجة، محكمة يعني. وكنت حاطه لهم اللمبة وربيت أحلى فراخ وأكلت أحلى فراخ. فضلت حوالي سنتين، سنتين اربي في البلكونه دي. بس كنت بربي بقى فراخ اسمها فراخ فيومي. لا يا ربي، اسمها فراخ، لا انا اول مره اجيب الفيومي دي، اسمها فراخ هجيني، اسمها فراخ هجيني. كانت بتتذبح على الشهرين و10 ايام، يعني 70 يوم. وكنت بسم الله ما شاء الله كانت الفرخه بتبقى 2.5، وما شاء الله بقى زي العسل، زي العسل كده. وعادي بقى كنت ولا ريحة ولا أي حاجة، طالما بنضف تحتهم كل يوم، والأكل نضيف والمية نضيفة والنشارة نضيفة، مفيش أي ريحة ولا أي حاجة، وفي تهوية كويسة، مفيش ريحة ولا أي حاجة. فأنت لو عندك بلكونة ممكن تروحي لأي نجار يقولوا له أنا عايزة سلاكة أربي فيها كتاكيت أو بوكسة. احنا هنا الخشب بنسميها بوكس أو بوكسة، بوكسة فراخ. في منها بقى سلك بيتباع دلوقتي، سلك معدن يعني، اسمها بطارية او سلاكة. فانت ممكن تروحي على حسب المقاس اللي عندك تشتري صغيرة بقى او كبيرة على حسب المساحة اللي عندك وتربي فيها. لو عندك برضو سطوح ممكن تجيبي السلاكة دي وتحطي عليها مفرش كبير وتربي فيها. بجد يا بنات هتاكلوا احلى فراخ واحلى تربية من تربية ايديكوا دي، وخير والله العظيم وتوفير كبير جدا. فكل واحدة بقى أضرب بحالها. لو عندك مكان توكلي على الله كده وهاتي وربي، وكل كده من تربية ايدك ووفري. المهم يا بنات عملت بقى كده الماء السخنة عشان احط الفرخة، حطيت فيها بقى ورق لوري،
ما كانش عندي جزر صراحة، انا قايله لكم التلاجة بتاعتي مش فيها اي حاجة، حتى طماطم مش موجودة فيها. ف الله المستعان. حطيت ورق لوري، حطيت شوية فلفل اسود، حطيت شوية حبهان، ما عندي حبهان على المستكة طحنتهم، وحطيت بصلاية حلوة كده. وكنت كنت جايبة كيلو طماطم ب35 جنيه والله. 35 جنيه، وكان بصوا يعني مش عايزة اقول لكم كانت صفرة وفيها سوسة، والله يسامحه بقى البياع يعني ما خلانيش انقي يعني وكده. ف الله يسامحه بجد، كنت زعلانة عليها قوي. فالمهم بقى ما كانش عندي طماطم، كنت خلصت الكيلو ده، فحطيت يعني ايه على طرف المعلقه كده صلصه عشان بس تدي لون للشوربه. اني انا بحب الشوربه اساسا ما تكونش حمرا قوي، يعني بحبها كده ايه، تكون ذهبي كده. المهم جبت الفرخه بقى بعد ما اتنضفت كويس قوي واتنقعت كويس قوي 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 قوي. حطيت بقى في قلبها من جوه في الفرخه من جوه فلفل اسود، وحطيت وكتفتها. حطيت كده الرجول في بعض وكتفتها، وابتديت ان انا احطها في ايه، في المية بقى، ومعاها الكبدة والقنصة والقلب بتاعها، وسبتها بقى. وده كان يومنا النهاردة، وما قدرتش بقى اصورلكوا اكتر من كده. ويومنا خلص بقى عشان كان التليفون فصل شحن. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.